انا مريم. النهارده هنتعلم ازاي نعمل الكونتور بالباودر وبالستيك. الكونتور باودر من وات ان واي، والكونتور ستيك من ان واي اكس. الهدف في الاخر انه ارفع وشي، فانا هبدا بالباودر الغامق وهبدا من فوق الودان وانزل لفوق البق، همشي كده بالظبط. والناحيه دي همشي مع خط الشعر والناحيه دي برضه من فوق الودان وهمشي لغايه فوق طرف الشفايف وعند دقني من تحت جنبين، وبعدين المناخير عايزه اضيقها سنه، فهضلل من الجنبين. والناحيه التانية، وبعدين من تحت. وابدا اوزعها عشان ما يبانش قوي ان الدنيا مش طبيعيه. ببراش تانية هاخد الناحيه البيضاء وهمشي تحت الكونتور البني اللي عملته. وهاخد تاني الناحيه التانية وبعدين في نص المناخير وهطلع فوق هعمل 3 شرط بالظبط، 1 2 3، وهبدأ أبلند. كده أكون عملت أسرع وأسهل طريقة للكونتور الباودر. دلوقتي هعمل الكونتور بالستيك، دي الناحية الغامقة. هعمل نفس الخطوات بس من غير أي براش ولا أي حاجة، من فوق الودان وهنزل لغاية طرف الشفايف. الناحية التانية كده أنا بضلل المنطقة بتاعت الخدين. بالنسبة للمناخير برضو هضلل الجنبين وهنزل لتحت، اطلع لفوق سنة ناحية الحواجب. بعدين همشي مع خط الشعر بالظبط زي ما عملنا بالباودر. بعدين الدقن، وبنفس البلاش وبنفس البراش هبدأ اعمل بلندنج بالطريقة دي، دواير وانا طالعة لفوق. والناحية التانية
وناحية المناخير هبدأ أبلند، هوزع بالفرشة دي وهطلع للحواجب. ممكن الناحيتين دول اعملهم بايدي، بالطريقة دي. بعدين الكونتور اللي هو عند الأورو، عشان اقلل مساحة الأورو للناس اللي عندها أورو واسعة شوية. انا نسبيا برضو أورتي تعتبر كبيرة شوية. بالطريقة دي. واخر حاجة كونتور لحتة الدقن للناس اللي عندها اللغد كبير شوية. هضلله علشان اخفف من الكوبرو بالطريقة دي. مش بدوس قوي بالفرشة علشان الكونتور نفسه ما يطلعش في الفرشة، انا محتاجة اني اثبته واوزعه مش اني اشيله بالفرشة. كده ده الكونتور البني. فاضل الكونتور الهايلايت. هستخدم برضو الباودر. قلنا من عند الودين لتحت، الناحية التانية برضو تحت الكونتور الغامق اللي استخدمناه بالطريقة دي. انا زودت شوية فوق، هشيله عشان مش المفروض الابيض يطلع فوق البني. نفس الكلام على المناخير، هحط الابيض هنا وهطلع اعمل 3 شرط زي ما قلنا في اول الفيديو. هبدأ ابلند، بس انا طلعت هنا ابيض فهزود البني تاني هنا عشان محتاجة اني اضلل الحتة اللاين اللي تحت الشعر. بعدين ابدأ اوزع الهايلايت او الباودر الفاتح بتاع الباليت دي. اخر حاجة خالص بعد ما بخلص الكونتور بحط بلاشر، ده ريزن الماء. بحط حاجة بسيطة جدا في الحتة دي، احنا الكونتور هنا والبلاشر هنا. كده هكون خلصت طريقة الكونتور بالباودر وبالستيك.